زي ما قلت لكم في الحلقة الماضية، انتظروني في حلقة نارية قبل مباراة القمة بين الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر اللي هيتلعب في السعودية، البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية والشرق الأوسط، والتي بدأت عام 1921، ويبدو أن الأمور على صفيح ساخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة الامتحان بين لاعيبة النادي الأهلي ولاعيبة نادي الزمالك والمدير الفني مارسيل كولر وجوميز. هقول كام خبر كده يا جماعة وبعدين نخش على التشكيل في نهاية الحلقة بإذن الله. بس طبعا قبل ما ابدا في اي حاجه، اخواتي الاهلاويه ادعموني بلايك، عايزين في الحلقه ديت نوصل لاكبر عدد من اللايكات، وطبعا الاشتراك في القناه ده اساسي، عايز اجمع 1000 مشترك. الزمالك تحت قيادة جوميز يسعى لتكرار سيناريو النادي الأهلي اللي تعاقد مع مارسيل كولر وبعدها بماتشين لعب ضد نادي الزمالك في كأس السوبر في الإمارات، والنادي الأهلي حقق الانتصار وأخذ كأس السوبر. وكان الزمالك في الوقت ده كان يملك لاعيبة على أعلى مستوى تحت قيادة فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك وقتها. وبدأ النادي الأهلي مسيرته مع مارسيل كولر وأخذ كل البطولات عام 2023. جماهير الزمالك تتمنى تاخد أول بطولة مع جوميز، وخصوصا إن هي على حساب النادي الأهلي. بإذن الله الكاس أهلاوية. الأهلي يملك إمام عاشور اللي أول مباراة يلعب ضد نادي الزمالك أول ما جه، وخصوصا أول ما جه مع النادي الأهلي أول مباراة يلعب ضد نادي الزمالك المباراة ديت إن شاء الله. والزمالك يملك عبد الله السعيد ويملك ناصر ماهر اللي طلع وقال تصريحات مثيرة للجدل، وعبد الله السعيد اللي ما فاش ولا بطولة من أول ما خرج من النادي الأهلي. وطبعا الكلام ده كله يا جماعة بيزيد من إثارة وندية بين جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الأهلي. جماهير الأهلي تقول لك إحنا الأهلي وإحنا كعبنا عالي على نادي الزمالك، وطبعا جماهير نادي الزمالك حاطين آمال كبيرة على المدير الفني جوميز، وحاطين آمال كبيرة على الصفقات الجديدة أمثال عبد الله السعيد وأمثال ناصر ماهر والمدافع الفلسطيني واللاعيبة الشباب التانيين اللي هو محمد شحاتة واللاعبين الأخرى يعني. نخش بينا على التشكيل بتاع النادي الأهلي المتوقع. في حراسة المرمى شوبير، واثنين دفاع عبد المنعم ورامي ربيعة، محمد هاني وعلي معلول. ثلاثي خط الوسط مروان عطية وكوكا وإمام عاشور. ثلاثي هجوم بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا. دي التشكيلة يا جماعة اللي أنا بتمنى إن مارسيل كولر يبدأ بيها. التشكيلة بقى اللي أنا بتوقع بقى إن مارسيل كولر يبدأ بيها، طبعا هما 3 بس اللي فيهم الخلاف. في حراسة المرمى شوبير، 2 خط الدفاع رامي ربيعة وعبد المنعم. ظهيرين ايمن الاثنين الاظهره اللي في اليمين محمد هاني، وانا بقول لك احتمال كبير يبدا بعمر كمال عبد الواحد. ناحيه الشمال علي معلول. ثلاثي خط الوسط امام عاشور مروان عطيه، واحتمال كبير كمان ينزل عمرو السوليه مكان كوكا. انا بتوقع ان هو يبدا بكده، عمرو السوليه مكان كوكا. ثلاثي الهجوم طبعا بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا. انا بتوقع انه هينزل رضا سليم مكان حسين الشحات، انا بتوقع كده، بس انا بتمنى ينزل حسين الشحات، بس انا بتوقع هينزل رضا سليم لو كان في حالته الطبيعية وسليم 100%. وطبعا في الهجوم طبعا عندك بعد اصابة وسام ابو علي عندك موديست وعندك كهربا. طبعا انا مش عارف يعني، انا لو مكان كولر بصراحه هنزل كهربا، حتى لو مش هجيب اجوان بيتحرك كتير وبيتعب المدافعين معاه، فبالتالي بيخلق مساحات للاعيبه اللي في جايه من خط الوسط
او من الاظهره محمد هاني او علي معلول، او كمان ممكن يخلق مساحه كمان لحسين الشحات. يا رب يبدا بكهربا وما يبداش بموديست. وبكده يا جماعه اكون خلصت معاكم التوقعات والتشكيل. طبعا يا جماعه دلوقتي ان شاء الله انا بتوقع ان الاهلي يفوز باذن الله بنتيجه 2-0 ان شاء الله يا جماعه. باذن الله الاهلي يفوز بنتيجه 2-0. انا بتوقع ان حسين الشحات هيحرز هدف، واللي هيحرز هدف كمان يا جماعه مفاجاه امام عاشور. امام عاشور يا جماعه في الماتش ده بالذات هيموت نفسه عشان خاطر يثبت للناس كلها ان هو لاعب على قدر المسؤوليه، وان هو على قدر النادي الاهلي. هو اصلا مش عايز كلام كتير يعني. امام عاشور لاعب كبير، وان شاء الله باذن الله انا بتوقع ان هو هيحرز هدف هو وحسين الشحات. تمام كده. اكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات، مين اللي هيكسب، سواء اهلاوي او زملكاوي مفيش مشكله. تكتب في التعليقات مين اللي هيفوز وهيفوز كام بالظبط. وان شاء الله اي حد هيكتب تعليق والنتيجه بتاعته هتطلع مظبوطه باذن الله. ان شاء الله بعد الماتش مباشره هاخد التعليق بتاعك سكرين واطلع باذن الله اعرضه على الفيديو اللي انا هقوله بعد الماتش على طول. وبكده يا جماعه اكون خلصت معاكم الفيديو بتاع النهارده، والسلام ختام.